كان جماهير الزمالك اللي بتشتغل بقلب وبتشتغل وفعلا نفسها في احسن وضع. لا ومجالس الادارات اللي جت كانت بتحاول، لكن انا الاوان انا وابراهيم في الفتره اللي جايه والمجالس اللي موجوده ان احنا نحارب على المكان ده، واللاعب اللي يعرف قيمه نادي الزمالك ويلتزم بيه هو مش عصام بس، اي لاعب صغير وكبير هو ده اللي هيكون موجود في نادي الزمالك. واي لاعب شايف نفسه ان هو اكبر من مكان وعمره ما هيبقى اكبر من مكان نادي الزمالك مش هيبقى موجود حتى لو هكسبنا بطوله. ولان جماهير الزمالك يعني شبعت من الناس اللي هي بتيجي وزي ما جت زي ما مشيت، ولا جابت بطولات ولكن استفادت من الفلوس. فالكلام ده مش هيحصل طول ما احنا موجودين ان شاء الله، ولينا عمر يكون موجودين في النادي ان شاء الله. طيب لكن الاحسن اللي يكون موجود. نعم. وان شاء الله لعبنا بلعيبه صغيره وهنلعب بلعيبه صغيره، ودي حاجه جميله وحاجه انت قدمت لنا وجوه بصراحه تحفه ونحن في انتظار المزيد من الوجوه اللي فيها مهارات حلوه وفيها امكانيات جميله وحتى بتثري الشكل الحلو للكره. طب اخيرا اتفضل. شرف كمان كابتن مدحت، يعني المنتخب الشباب اللي هو كان بيلعب في الصعيد مع السنغال، احنا النادي الوحيد اللي ليه 3 لاعبين داخل الملعب اساسيين، محمد ابراهيم وعمر جابر واحمد توفيق. مظبوط. كان يعني 3 في فريق وشاركوا، فدي ده نجاح. ويمكن حضرتك قلت سؤال لابراهيم من اول البرنامج، حد بيساعدك ولا يعني حد بيساعدنا في الاختيارات؟ لكن الحمد لله زي ابراهيم قال لك احنا بنختار بنفسينا. مظبوط. ومنديش احنا بنثق في وجهه نظرنا احنا، ونتمنى ان يبقى في تعاون. لكن اللعيبه اللي طلعت وحضرتك شايفها واللي هتشوفها باختياراتنا احنا، في بعض المدربين بيحاولوا لكن بعيد عن اقول الاسم اللي حضرتك قلته. كنا نتمنى ان يكون في مشاركه لكن في المستقبل احنا بنمد ايدينا، احنا جايين نخدم المكان ومش جايين ناكل عيش ونمشي، لا احنا بنتمرن وبنمشي اخر ناس وبنشوف الملعب الارضيه فيها ايه. الانديه المنافسه يعني زي ما ابراهيم، اي نادي في مصر مفيش مدرب بيشوف الملعب اتحط له كيماوي ولا لا، اتحط له بتاع ده سماد ولا لا، بيترش ولا لا. ما فيش حد في جهاز بيشوف المدرج مكسر ولا لا، يتدهن ولا لا. ما حد. كل الكلام ده احنا بنعمله انا وابراهيم لان حبا في المكان. جميل. بس فهو دي اللي احنا ان شاء الله لاخر لحظه لينا في المكان هنخدمه زي ما خدمنا برضه في يعني بورسعيد. ابراهيم عارف انا كانت الحاج سيد كان راجل مساند لينا وحاربنا واشتغلنا في المكان دون. ما بالك نادي الزمالك بقى، نادي الزمالك اللي انا فعلا انا يعني شرف كبير لما لعبت في نادي الزمالك. جميل. ان شاء الله نخدمه في اخر لحظه. جميل يا كابتن حسام. لكن انا سعيد ان انت حضرتك الناس مستمتعه باللقاء وخاصه يعني فعلا انت معاك واحد او معاك يعني لما بتكلم عن ابراهيم بتكلم عن نفسي. الناس بتتكلم من قلبها طبعا، بس بتتكلم بصراحه. بغض النظر مش موضوع ولا سياسه دبلوماسيه ولا، ابراهيم بيتكلم من قلبه، وابراهيم اللي في قلبه فعلا على لسانه. وده عايز اقول لك ده طيب وغلبان جدا من جواه يعني. طيب اخيرا بقى انا عندي سؤال في المعلومات الكرويه. هنشوف مين اسرع، انت ولا الكابتن حسام؟ هتجاوب عليها. 2 في تاريخ الكره المصريه حراس مرمى لعبوا للاهلي والزمالك، واحد منهم اكيد الحضري. مين الثاني؟ ها ولو عايزه يكسب. هو قول متهيألي شاهين ولا مش عارف. لا ما هو عصام الحضري لعب للاهلي والزمالك. في حارس مرمى تاني في تاريخ الناديين لعب للناديين. نادر السيد. برافو عليك يا ابراهيم. نادر السيد. صح. دي فاكر قديم. هو عصام بعدت شويه عنه عشان خاطر ايه، نادر برضه ما لعبش فتره طويله. ما لعبش فتره طويله وراح احتياطي شويه، لكن هو لعب هنا وهنا. تمام. طيب انا محمد نصر مجهز لقطه خليك معانا فيها كابتن حسام، عايز يوريكم لقطه ويقول لكم شيكابالا بيقلد مين في اللقطه دي. ورينا يا محمد. هو جبنا له كليب قبل كده لو كنتوا اتفرجتوا راح يغني المطرب مشهور محمد منير. بقول لك محمد منير يا محمد، صح؟ محمد منير مطرب مشهور يا بقى. محمد منير. محمد منير راجل. ايوه صح، عشان بيحب محمد منير، ما هو من عنده من النوبه. من نفس البلد. زملكاوي كبير كمان. محمد منير متابع نادي الزمالك. طبعا محمد منير مطرب عظيم.
شكرا يا كابتن حسام ودايما بالتوفيق. شوف بعد شويه بقى نقدنا الرياضي هيبقى معانا دلوقتي الكابتن ابراهيم حسن هيقرا الصحافه. نروح نقرا الصحافه مع بعض. حابب تقول في المنطقه دي اي حاجه لما نروح الصحافه؟ يعني انا عايز اقول معلومه. في حاجه انا وحسام مؤمنين بيها يعني. مؤمنين بان التوفيق والرزق بتاع ربنا طبعا، والنجاح طبعا، والنجاح ده برضه رزق. ان احنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه ما بنفكرش ان احنا هنخلد فيه. يعني انا وحسام في اي مكان، حتى لما كنا بنلعب في اي نادي او كنا شغالين في اي نادي، مركزين ان احنا طول ما بنخلص في المكان ده، عشان عارفين ان احنا ممكن مش موجودين فيه، هنعيش النهارده مش هنعيش، هنموت بكره. فالحته دي مش ما بنحبش ان احنا نستحوذ على المكان اللي احنا مجرد ان انت عايز تبقى موجود غصب عن الجميع. لا، احنا موجودين في مكان بنشتغل واحنا عارفين ان احنا ممكن بكره مش موجودين. مكان النهارده هنا بكره مظبوط، بس بنخلص في المكان وبنسيب الرزق بتاع ربنا، النجاح بتاع ربنا. اهم حاجه ان احنا بنشتغل بضمير، بتشتغل عشان بتحب المكان اللي انت فيه. في مشكله ناس كتير انها متمسكه، لو حاسين لو هم بعدوا او مشوا من المكان دوت تبقى كارثه. فعشان كده بيحاول ان هو اللي بيحاول ينافق، اللي بيحاول يكذب، اللي بيحاول يغش كتير جدا. فانا وحسام الحمد لله مش مستنيين حاجه غير ان احنا عايزين نخدم المكان اللي احنا فيه، ومش متمسكين بيه غير ان احنا عايزين نعلي المكان اللي احنا فيه ده. طب بتقول ده، هل شعرت ان حد يعني شايف ان انتوا جايين وقاعدين يعني بقول للناس عامه اللي هو سواء جوه النادي او بره النادي، احنا جايين بنشتغل. عمرنا ما خفنا ان احنا النهارده بكره مش موجودين في اي مكان. احنا بنشتغل بضمير وبنسيبها على الله. ربنا رايد ان احنا، لان احنا لما جينا نادي الزمالك ما خططناش ان احنا نيجي نادي الزمالك، ولما اشتغلنا في قبل كده في المصرف واشتغلنا ما فكرناش، فبنسيبها على الله. فعشان كده برضو بقول للناس اشتغل واتعب وما تفكرش تاذي حد، ما تفكرش ان انت تيجي على حساب واحد تاني في اي. انا بتكلم عامه. برافو عليك، برافو عليك. ده منطق محترم جدا. ومن ضمن الحاجات برضو ان الواحد، عشان في بعض الناس الموجودين في الجهاز بتاعنا معانا، في ناس بيشتغلوا، فعايز اديهم حقهم. يعني احنا طبعا لو حضرتك شايف الجهاز بتاعنا بعد الناس اللي خرجت منه، احنا ما فيش دلوقتي الا انا وحسام وفي طارق سليمان، وفي طبعا جهاز الطبي، وفي وليد بدر الاداري. فوليد ده من ضمن الناس برضه شغاله، وفي عماد المندوب معاكم مش كده؟ والكابتن طبعا عماد المندوب. فالناس دي بيشتغلوا بصراحه، ودي الحاجه اللي برضه الناس لازم تفهمها. احنا ليه لحد دلوقتي ما جبناش حد بديل للناس اللي مشيت؟ لان احنا عايزين اللي يشتغل معانا يكون جواه هنا يعني ابيض، ما يبقاش فيه جواه اي نوع من انواع اللي ممكن تبقى شايل كرة لحد، تبقى منافق، تبقى فمستنيين نلاقي واحد يكون على نفس المنوال او نفس الميه بتاعتنا، انما مش عايزين نستعجل. فطبعا انا يعني عايز ادي بس حق للناس. لا، حقهم. لكن انت وقتك كله في النادي وبتمشي اخر واحد في النادي، وبعدين بالليل حتى لما بكلمك بحس ان انت قاعد مع حسام في المكتب. ما بتروحش البيت خالص؟ لا بروح طبعا. انا بنزل من البيت على استنى بس يا محاسب مساء الانوار. بيروح يا مدام ولا ما بيروحش؟ مساء الانوار، ازي حضرتك؟ مساء الانوار يا مدام، ازي حضرتك؟ اولا انا بحب الاول اشكر حضرتك على سؤالك على حسن، انا متشكره جدا. لا طبعا حسن لما عمل حادثه الف سلام عليه. الله يسلمك، انا متشكره جدا يا كابتن على سؤالك. لا ازاي بقى؟ وطبعا يعني مع حضرتك فاكهه الكره المصريه زي ما بيقولوا. يعني احدى الفاكهتين. ايوه، ما مين هيشهد للعروسه؟ يعني دي حقيقه فعلا. يعني او مارون جلاسيه الكره المصريه والله. ده يعني المدام بتتغزل فيك على الهوا. اوكي، واحنا موافقين، احنا قاعدين موافقين يا مدام. طب قولي لي يا مدام، يعني بتشوفي الكابتن ابراهيم كتير ولا قليل بصراحه؟ طبعا ابراهيم على طول متواجد معانا وعلى طول في البيت، وانا بحب جدا اخلاصه لشغله. يعني انا بحس ان دي حاجه، يعني حاجه جميله جدا وصفه جميله جدا فيه، الاخلاص للشغل. ان هو يعني عايز يفرح الناس، عايزين هو وحسام، انا بتكلم عليه هو وحسام طبعا شايلين هم الناس وهم الجمهور، نفسهم يعملوا احسن نتائج، نفسهم. شوف حضرتك الرياكشن بتاعهم في اخر ماتش، شوف مدى فرحه ابراهيم، زي البيبي يعني، زي الاطفال. الفرحه اللي هي يعني من القلب فعلا، فرحه طبيعيه.
طبيعيه جدا. الناس دي فعلا تشتغل بقلبها، يعني بتشتغل بقلبها وبحب وباخلاص، فطبعا دي حاجه جميله جدا. وحتى هو بقى عصبي يا مدام في البيت ولا هادي ورايق؟ والله خالص. يعني اب من الدرجه الاولى وزوج. انتوا عندكم حسن بس؟ عندنا حسن وكنزي. وساره وكنزي ما شاء الله، ربنا يخليه لكم يا رب، ربنا يخليه لكم جميعا. يعني جميل. يعني هو رايق في البيت، ما هوش من النوع العصبي؟ لا خالص. ايه بقى احلى اكله بيحبها ايه يا مدام؟ بص، انا لا يمكن اتفوق على اكل الحاجه طبعا. يعني مامه حسام وابراهيم ما شاء الله، ربنا يديها الصحه يا رب يا رب يخليها لنا. يا رب. مهما ابدعت لا يمكن اوصل طبعا لاكلها ولا مستوى اكلها. انا بحاول يعني بجتهد على قد ما اقدر، لكن هو احلى اكله بيحبها، بيحب الاسماك. الاسماك. والفاصوليا الخضراء. الله على الفاصوليا الخضراء، وجنبيها الرز الابيض اللي هو رزايه برزايه والسلطه والسلطه الخضراء ومعلقه من هنا ومعلقه من هنا. احنا سعداء يا مدام بالمداخله الحلوه دي، وربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم اولادكم يا رب. ربنا يخليك يا يبقوا احسن ناس في الدنيا ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. اشكرك يا مدام، شكرا جزيلا، كتر الف خيرك. نروح الصحافه. تمام ماشي. إذا مع ناقدنا الرياضي الكبير الكابتن إبراهيم حسن، ولكن بعد الفاصل.